السلام عليكم. ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ المهم بقى احنا هنكمل الجزء التاني من القصة اللي فاتت، واللي وقفنا عند لما جيت اخرج وافتح الباب، ولكن فوجئت ان الباب اختفى وبقى مكانه حيطة. وبعدها حسيت بنفس سخن ورايا، فجيت ابص ورايا وفجأة لحد كده احنا وقفنا المرة اللي فاتت. المهم بقى قبل ما نبدأ عايزك يا صديقي تنفذ الشروط، ولو انت جديد في قناتي فاهلا بيك، وتعالى قرب علشان اقول لك على الشروط، وهي هتجهز المشروب المفضل ليك واللب، تسمع بصوت عالي في أوضة ضلمة ولوحدك، واوعى تنسى تقفل الباب وبس. وأتمنى لك يا صديقي أقصى درجات الرعب. استمتع. رحت بصيت وشفت أبشع منظر مكنتش أحب أشوفه في حياتي. اللحظة اللي بصيت فيها كنت بتمنى الموت ألف مرة. سامع دقات قلبي في ودني، وشفت ست كأنها راجعة من الجحيم، العيون اللي كلها بيضة ومفيهاش نني أصلا، وعينيها مفتوحة للآخر. جلد وشها زي ما يكون جايب مشرط وشرحت وشها بالكامل، والدم اللي بينزل من وشها وعينيها. وبدأت تفتح بقها وتصرخ بصوت يدوب أنا أسمعه، ورفعت إيديها عشان تخنقني. المكان كله حرفيا بقى صهد من نار، والعيون اللي منورة في الضلمة. وبدأت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا رب يا رب ساعدني. وعمال أحاول أفتح في الباب ومرة واتنين، وفجأة الباب فتح. طلعت جري من المكان وهي عمالة تضحك بصوت بشع يطلع القلب من مكانه، وبدأت تقول خلاص يا أسامة، نهايتك قربت، هتموت هنا قريب. هو مش قالك ملكش دعوة بأي حاجة تسمعها هنا؟ وأنا بجري رجلي بشدها بالعافية، زي ما تكون في حاجة أو أي تقل كده بيتقل رجلي. المهم وصلت الشقة وفتحت الباب عشان أشوف إسلام مستنيني ولا لأ. واول ما شفت بدات اصرخ فيه وانهارت عليه بالضرب بكل قوه، وقلت له انت كنت عايز تموتني؟ انت عايز تقتلني؟ وهو يقول لي مش انا يا اسامه، مش انا، دي هي اللي عايزه تموتك. وراح اسلام ضربني بقوه على دماغه واغمى عليا، وبدا الوعي يرجع لي ببطء شديد. بس لحظه كده انا سامع صوت حد بيبكي وبيقول انا اللي جبته هنا، انا السبب، بس غصب عني، انا كنت عايزه يشتغل معايا. بس ثواني كده، ده اسلام، ايوه هو اللي بيبكي والدموع في عينه. قطعت كلامه وقلت له لازم يا اسلام تحكي لي على كل حاجه وتفهمني في ايه بالظبط. وبدا اسلام يقول لي انا هقول لك على كل حاجه يا اسامه، وانت ليك القرار. وبدا يحكي اللي حصل ان بعد ما اتجوزت في القاهره، عدى اول شهرين من جوازي بدون اي مشاكل، لحد ما صاحب الشغل بتاعي عرفنا ان هو نصاب وقفل الشركه وهرب من غير ما يدينا حقنا. ومن هنا بدأت المشاكل الزوجية بسبب الخلافات المالية زي أي بيت يعني. فكان لازم أشوف شغلانة لحد ما في يوم شفت إعلان إن في مصنع في اسكندرية عايز عمال أمن داخلي، لكن المشكلة إن المصنع في اسكندرية. اضطريت أروح وأسيب مراتي مع أهلي، وسافرت وأخدت الشقة اللي إحنا فيها دلوقتي. وتاني يوم نزلت المصنع واستلمت الشغل. وهنا اتعرفت على حمدي، وعرفت ان هو انسان كويس في حاله وما بيحبش المشاكل. لكننا بقينا صحاب لدرجة ان يوم الاجازة كنا بنروح نصطاد سمك، ودي تقريبا كانت كل يوم اجازة لازم نعمل كده. وفي يوم اتصل المدير وقال ان في طلبية خردة ومعدات جاية ولازم نفضل للصبح علشان زمايلنا ما كانوش هيجوا لظروف ما بقى. المهم المدير بعت لنا واحد اسمه عم جمال يكون معانا وكمان يساعدنا في الشغل وكده. كل اللي عرفته عن عم جمال ان هو راجل غريب، ما بيحبش الكلام الا نادرا، ويحب يقعد لوحده في الضلمه. كان في ناس كتير بتقول عليه ان هو مش راجل طبيعي. المهم بدأنا نخش المخزن ونظبطه علشان التربية اللي جاي. المهم بقى واحنا احنا التلاتة شغالين عمالين ننزل الحاجات من على العربية وندخلها المخزن، وفجأة سمعنا بصوت حاجة اتهبطت جوه المخزن، وسمعنا صوت صرخة جامدة قوي جاية من المخزن نفسه. رحنا جرينا انا وحمدي على المخزن عشان نشوف فيه ايه. لقينا عم جمال غرقان في دمه ومرمي على الارض، وعينيه مفتوحة للآخر ووشه عليه أشد علامات الفزع. رحت اتصلت بالمدير، وانا بكلم المدير بدأ عم جمال يقول كلام مش مفهوم لينا انا وحمدي، زي عايزة تقتلني، هي اللي وقعت الخردة عليا، عايزة تموتني. ولكن عينيه كانت في مكان تاني غير اللي احنا كنا واقفين فيه اصلا، زي ما يكون شايف حاجة احنا مش شايفينها. وبدأ يقول الورق، ايوه الورق، لازم تحرقوه. وحمدي راح قايل له ورق ايه يا عم جمال؟ رد عليا، ورق ايه؟ بس كل اللي كان عم جمال بيقوله احرقوا الورق، هو السبب، عايزاني اموت لازم تحرقوا الورق قبل ما يكون في ضحية تانية. وقلت له طيب فين الورق ده؟
راح قايل جوه الدولاب بتاعي احرقوه. ودي كانت اخر كلمة على لسان عم جمال، ومات عم جمال. مفيش لحظات ولقينا المدير والدكتور داخلين. المهم في اليوم ده المصنع عرف بموته وانها كانت اصابة عمل، بس انا وحمدي عارفين ايه الحكاية بالظبط. وراح حمدي قايل لي فين الورق يا اسلام، ملناش دعوة بأي حاجة، بقول لك ايه انسى بقى الموضوع ده. راح رادد عليا لا انا مش هنسى الموضوع ده ولازم احرق الورق. ويوميها قرر المدير ان هو يدي للمصنع اجازة يومين. المهم لما رجعنا المصنع بدأ حمدي يسألني ويقول لي فاكر يا اسلام عم جمال قال ايه؟ قلت له لا مش فاكر وخلينا دلوقتي في شغلنا. راح قايل لي لازم نحرق الورق، انت نسيت ان هو قال لو ما حرقناهوش ان هو هيبقى فيه ضحية جديدة. فرحت انا وهو على الدولاب وبدأنا ندور على الورق، لكننا ما لقيناش حاجة. واخر ما زهقت قلت له كفاية يا حمدي الورق مش موجود، الراجل كان شكله بيخرف. راح قايل لي اصبر بس ندور كمان وهنلاقيه. وللأسف لقى حمدي الورق. وراح قايل اهو يا اسلام الورق اهو. رديت عليه بوس ايدك بقى يا حمدي احرقه بقى، خلينا نخلص من الموضوع ده. المهم خلينا اوصف لكم شكل الورق. هو ورق لونه بني غامق جدا وقديم جدا زي ورق البرد او ورق فرعوني كده، مكتوب كله باللون الاحمر وليه ريحة غريبة شبه كده الدم المتجلط. وانا اول ما مسكت الورق ده باين ان مر عليه زمن طويل جدا. وبعدين قلبي كان مقبوض قوي ومش مرتاح له، مش عارف ليه كل ده. المهم بصيت لحمدي وقلت له يلا بقى نحرق الورق زي ما قال عم جمال. راح قايل لي مش لما نشوف في ايه جوه الاول؟ رحت قلت له احنا مش هنقرا الورق ده، احرقه وخلينا نخلص بصراحة كده يا حمدي انا مش مرتاح للورق ده. ورد عليه وقال بس انا بقى لازم اقعد اشوف فيه ايه. فتح حمدي الورق وقال لي انا مش فاهم حاجة من اللي مكتوب. قلت له ازاي يعني؟ قال لي في كلمات مفهومة والباقي كله رموز وحروف كتيرة. رديت عليه وقلت له انت ناوي على ايه يا حمدي؟ قال لي لما اروح لازم اشوف الورق ده فيه ايه. رديت عليه عموما انا ماليش دعوة بيك، اعمل اللي تعمله، تعالى بقى نشوف شغلنا. المهم خلصنا الشغل وروحت البيت مع حمدي في اليوم ده، لكن عيني راحت في النوم من تعب في الشغل. بس بدأت أسمع صوت حمدي وهو بيقرأ فعرفت إن هو برضه مصمم إنه يقرأ الورق. وقررت إني أقطع علاقتي بيه نهائيا ولا حتى أفكر في يوم أفتحه في الموضوع ده تاني. وقمت مشيت حتى وأنا ماشي مخدش باله مني. وفضلت فترة كبيرة معرفش عنه حاجة ولا حتى بقيت أشوفه في الشغل. وفي يوم رن الجرس الباب وقمت أفتح علشان ألاقي حمدي، وكان شكله زي ما يكون بقاله شهور ما شافش النوم وعينيه حمرا جدا. أنا بصراحة خفت منه. المهم دخل وقال لي على كل حاجة حصلت معاه من أول ما فتح الورق لحد النهاردة. وبدأ يحكي ويقول إنه في نفس الليلة اللي كان بيقرأ فيها الورق بدأ يحس إنه في حاجات غريبة بتحصل له في الشقة عنده، زي إنه المكان اللي بيكون فيه بيبقى فيه صوت مش طبيعي. وكمان لما بيكون طالع على السلم يحس إن في حد طالع وراه، ولما يجي يبص وراه ما يلاقيش حد. وكمان بيشوف خيال اسود بيجري بسرعة من قدامه ويخش الحمام، وبعدها الكهرباء بتقطع ويحس بنفس في الشقة. انا بقى رديت عليه وقلت له اكيد كل ده بسبب الورق اللي قريته، انت يا حمدي اللي اخترت السكة دي. قطع كلامي وبيقول لي انه كان في مرة بيصطاد من البحر وفجأة ظهر له شخص وقعد جنبه. هو حس ان الراجل ده مولع، كان في حر في المكان بطريقة غريبة، وانتوا عارفين طبعا البحر بيبقى ساقع ازاي بالليل. لما مشي جيت اسلم عليه لكنه اداني ضهري ومشي وما سلمش عليا. وبعديها شفته من بعيد قاعد بيصطاد، لما كنت اروح عشان اشوفه الاقيه اختفى من مكانه. افضل ابص عليه هنا وهناك ولكن مفيش حاجة. رديت على حمدي وقلت له بقول لك ايه يا حمدي، مش ممكن ما يكونش بني ادم اصلا، يعني قصدي من الجن او العالم الاخر. قال لي طب والعمل؟ قلت له ادي اخرة الورق الزفت، يا ريتك ما فتحته وعملت زي ما قال عم جمال وحرقته. رد حمدي وقال خلاص يا اسلام اللي حصل حصل. وقلت له مش انت السبب يعني؟ قال وانا كنت اعرف ان كل ده هيحصل. والغريبة وانا بتكلم مع حمدي حسيت ان في حد بيوشوشني في وداني، والله مش عارف ايه ده. المهم الصوت ده كان بيقول لي قول لحمدي انك لو حسيت باي حاجة في الشقة قول الكلمتين دول، مسموح لك بالظهور والحضور، علشان نحط النقط على الحروف. انا اصلا استغربت من الكلام وحتى اللغة. المهم لقيت نفسي بقول الكلام ده من غير ارادتي، زي ما يكون انا الوسيط بين حمدي وحد انا مش شايفه. وحمدي رد عليا وقال لي ازاي يعني انت جبت الكلام ده منين؟ قلت له مش عارف، انا حسيت ان لسانه نطق لوحده. وعموما يا سيدي مش هتخسر حاجة،
روح لو حسيت بحاجة قول الكلمتين ومشي حمدي. وانا فضلت مستغرب من الكلام اللي جالي او اللي قلته لحمدي مش عارف. المهم روح البيت وانا دخلت انام. وبعد حوالي ساعتين اتصل بيا وقال لي تعالى بسرعة يا اسلام تعالى دلوقتي. المهم لبست ورحت لحمدي وقلت له في ايه؟ لكن اول ما شفت حمدي والله العظيم اتفزعت. حمدي جسمه كله بيتنفد وشكله مرعب وباين على وشه اشد علامات الفزع والخوف. وقلت له مالك يا حمدي انت تعبان؟ حمدي رد عليا وقال لي انا اول ما دخلت الشقه ورايح علشان انام حسيت زي ما يكون في حد كان نايم مكاني. قلت له ازاي يعني؟ رد وقال لي السرير بالكامل كان دافي صدقني. بدات احس بحر شديد في المكان وعملت زي ما قلت لي. قلت مسموح لك بالظهور والحضور. رديت عليه وقلت له وايه اللي حصل كمان؟ قال لي انا يا دوبك قلت الكلمه دي لقيت صوت واحده ست وكان صوتها مزيج ما بين صوت بني ادم على صوت فحيح افاعي وراحت قايلالي هتقدر تستحمل ظهوري؟ انا في اللحظه دي يا اسلام راح ركبي وجسمي واتشلوا من الرعب. لقيت نفسي تلقائيا بقول هقدر. وفي ثانيه الشقه كلها اهتزت بالكامل لدرجه اني وقعت من على السرير والنور قطع ومعدش ثانيتين ولقيتها قاعده فوق التلاجة. اقسم بالله شفتها فوق التلاجة قاعده عليها وبعديها اغمى عليا. ولما فوقت لقيتها قاعده مكانها. بيكمل حمدي ويقول هي اللي كانت بتعمل كل حاجه. هي اللي قتلت عم جمال وهي الراجل اللي ظهر له وهو بيصطاد وهي الخيال اللي كان بيجري وراه. وانا بسمع حمدي حاسس اني عايز اقول له انت بتهزر صح؟ بس شكل حمدي وذكره للتفاصيل دي كلها يقول ان كلامه حقيقي جدا. وساعتها بس صدقت حمدي وفي كل كلمة بيقولها. ومن ساعتها حمدي بيعرفني على كل حاجة وكل ما يحصل حاجة يجي يقول لي عليها. فضل كده فترة كبيرة على الوضع ده لحد ما حمدي قرر يتجوز. وده كان القرار اللي قلب حياته. ايوه قلبها. اصل الجنية دي ما سابتهوش في حاله، لا دي قررت انها تنتقم منه. وحمدي شاف الويل. بدأ حمدي يتكلم مع نفسه ومرة يشوفه نايم ويفضل يحرك ايده وكأنه بيضرب حد ويخنق نفسه وحاجات كتير قوي يا أسامة زي ما انت شايف دلوقتي. هي معاه ومسيطرة عليه لحد ما قرب يتجنن. بس يا أسامة هي دي قصة حمدي. رديت على اسلام وقلت له عشان كده كان بيحذرني وبيقول لي مالكش دعوه باي صوت تسمعه هنا. بقول لك ايه يا اسلام، ايه رايك نساعده ونحاول نخلصه من اللي هو فيه؟ اسلام رد وقال انا قلت له بلاش يقرا الورق، هو اللي عمل في نفسه كده، ولو انت عايز تساعده ساعده، اما انا ماليش دعوه باي حاجه. رديت عليه وقلت له يعني مش عايز تساعد صاحبك اللي كنت بتخرج معاه وكلت معاه عيش وملح؟ راح قايل لي صاحبي ده ما سمعش كلامي يبقى يستاهل كل اللي هو فيه. وعلى فكرة انا متأكد انها عرفت وسمعت كل حاجة ويمكن تكون قالت له برضه. عموما يا اسامة انا ماليش دعوة. المهم قررت اني اساعد حمدي. وتاني يوم رحت الشغل وقابلت مديره وطلبت منه اجازة يومين عشان ظروف. وفعلا خدت اجازة وسافرت على الصعيد عند شيخ قريب مني شخصيا وحكيت له على كل حاجة حصلت وما زالت بتحصل. ولقيت الشيخ رد عليا وقال لي يلا بسرعة لازم نكون هناك قبل صلاة الفجر. اتصل بيا اسلام وقلت له انا جاي ومعايا الشيخ، لكن اسلام قال لي ارجع البلد تاني. حمدي جالي وقال لي ان كل حاجة انتهت خلاص والسكة راحت قطع. وعمال اتصل باسلام وعمال اتصل ما بيردش. لقيت الشيخ اللي معايا بيبصلي وبيضحك. قلت له مالك يا عم الشيخ في ايه؟ رد عليا وقال لي اللي كلمك ده مش اسلام. وبعدها سكت. قلت له مش اسلام ازاي يعني؟ ده صوته. راح الشيخ قال لي بص يا اسامه يا ابني اللي كلمك ده مش اسلام، دي هي اللي مع حمدي كلمتك علشان ترجعني تاني البلد. هي عايزه تعمل حاجه انا مش عارفها. لكن الشيخ وهو بيكلمني لاحظت انه عمال يطلع منديل ويمسح وشه وايده زي ما يكون في رعشه والجسم كله عرقان. قلت له مالك يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ. عم الشيخ ما بيردش عشان مات. والله زي ما بقول لكم كده هي السبب. بدأت اقرا قرآن لحد ما وصلت عند حمدي. اول ما شافني قال لي انت عايز مني ايه؟ سيبني بقى في حالي بقى. قلت له فين الورق؟ حمدي رد عليا ورق ايه؟ قلت له الورق اللي معاك. قال لي مالكش دعوه. رحت قايل له بص يا حمدي هات الورق عشان نحرقه ونخلص منها. راح قايل لي الورق لو اتحرق انا هموت واسلام هيموت ويمكن انت كمان تموت. فضلت احاول اقنعه لغايه ما اقتنع وطلع الورق ولسه بيديهوني عشان احرقه. لقيت حمدي ده زي ما يكون حد شاله في الهوا وراح هبده على الارض وبدأ يختنق.
انا جريت ومسكت الورق عشان احرقه، لكن المصيبة مش راضي يتحرق. القصة لسه ما خلصتش. حمد دلوقتي في مستشفى الامراض العقلية والعصبية، اما اسلام ساب المصنع ورجع القاهرة تاني. وطبعا عم جمال مات بسبب انه فكر يبعد عنها فقتلته. اما انا معايا الورق، وفضولي خلاني اني اقرا فيه رغم اني عرفت كل حاجة. المهم ظهرت ليا وهي معايا دلوقتي في المخزن والبيت وكل حتة، ومش هتبعد عني الا لما يكون في حد يجي ياخد الورق ليه. طب وليه يجي؟ طب ما انت ممكن تلاقيه عندك في المكتب او في اي مكان ما يخطرش على بالك، وادعي ربنا انك ما تبقاش الضحية الجديدة. وكده يا صديقي تكون خلصت قصتنا كلها. ولو ما اتفرجتش على الجزء الاول هسيبهولك في اللي هي علامة الاي. واتمنى انك لو عجبتك القصة انك تدعمني، وده عن طريق الاشتراك واللايك. واشكرك يا صديقي على سماعك القصة، وشكرا.